السياسيين العراقيون عند الوصول إلى حافة الهاوية التراجع عنها في الوقت المناسب. هذه الحالة سوف تتكرر لسبب بسيط، وهو أن التركيبة السياسية قائمة على أساس انقسام طائفي وإثني، ودول الجوار تتصارع في بينها على مزيد من النفوذ في العراق، وبذلك يصبح العراق أقرب إلى الساحة الحرب الباردة بين الدول الجوار، ولكن ليس لمصلحة أي طرف منهم أن تتحول الحرب الباردة إلى حرب ساخنة. قيادة الديمقراطي الكردستاني تسعى إلى كسب ود تركيا، باعتبار تركيا هي الضامن الأساسي لقيام مثل هذه الدولة. فهل مصلحة تركيا أن تقام مثل هذه الدولة؟ أهلا بكم من جديد معنا في هذا الحوار مع سيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق. سيادة الرئيس، هناك من يتحدث اليوم عن خلافات حادة بين وجهة نظر مسعود البرزاني والطالباني في كل الأمور الشائكة اليوم، فيما يخص إيران، فيما يخص تركيا، فيما يخص النظام المركزي والمالكي، وفيما يخص سوريا أيضا. هل هذا صحيح؟ ربما يكون هناك يعني اختلاف في أحيانا، أو لا يكون هناك تطابق كامل في وجهات النظر، لكن في النتيجة أستطيع أن أقول أنه ليس هناك أي خلاف بيني وبين فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني. هناك يعني من يفصل أكثر، يقول الطالباني رأيه أنه تهدأ الأمور مع المالكي، يعني يجنح نحو التسوية والتهدئة مع المالكي. أنت لا، فيما يخص تركيا لا يثق بتركيا، يثق ربما أقرب إلى إيران. بالموضوع السوري هو مع بقاء النظام السوري، أنت مع رحيله. كما قلت ربما لا يكون هناك تطابق كامل في وجهات يعني هل هو اليوم هذه هي المواقف؟ اليوم نحن أمام هذين الموقفين الكرديين بهذه الحدية؟ لا حقيقة، يعني بالنسبة للموقف من تركيا وإيران وسوريا أعتقد ونفس الرأي، أنه في سوريا الشعب السوري هو يقرر، لا يحق لأحد أن يقرر. الشعب السوري هو الذي يقرر. وما سمعته من فخامة الرئيس الطالباني ومع علاقات طبيعية سواء مع تركيا أو إيران، ربما هو عنده وجهة نظر، لكن هو مع العلاقات الطبيعية مع الطرفين. ومع السيد المالكي ربما هو كان يتمنى أن نصبر أكثر، لكن صبر بعد 6 سنوات أعتقد لا يمكن أن يبرر. هل يعني يمكن القول بأنه رئيس طالباني اليوم مع، إذا صح التعبير، مع الطبخة القديمة اللي هي تحالف الكردي الشيعي، تقاسم الثروة، تقاسم السلطة؟ السيد طالباني الاجتماع صار في مقر قبل 3 أو 4 أيام، حضره السيد مقتدى الصدر، السيد أياد علاوي، السيد أسامة النجيفي رئيس البرلمان. وهذا دليل أنه السيد جلال الطالباني هو معنا، وهو ليس في خندق آخر. في خندق لا، أنا لا أقول تحارب يعني، بس هو اختلاف وجهات النظر، يعني كل يرى مصلحة الكرد في مكان. هو حضوره في هذا الاجتماع هو دليل أنه احنا متوافقين. هل تهدئتك قليلا تجاه المالكي أيضا هي من مفاعيل هذا الاجتماع؟ لا، أنا تحدثت كثيرا مع قنوات فضائية أخرى، مع صحف عربية. لا أريد أن أكرر دائما في كل لقاء أنه أكرر نفس الكلام. أنا أبديت رأيي ولا أريد أن أكرر دائما. طب هل ترى أنه رح يتغير بالفعل شيء على أرض الواقع؟ يعني هذا الاجتماع اجتماع سميته أنتم قادة العراق، ولكن المالكي غائب عنه. بصراحة الوضع القائم في العراق هو ليس خيارنا على الإطلاق. يعني هذا الوضع يجب أن يصلح. بس السؤال، هل لديكم خيار أنتم لإصلاحه اليوم؟ طبعا في خيارات وليس خيار. هل تهددوا بالاستقلال من ضمن هذه الخيارات؟ لا، أنا ما هددت بالاستقلال. أنا 25 أبريل أنا ما لازم يردوا عليك خبر. أنا قلت إذا الأطراف العراقية الأخرى كلها فشلت في إصلاح الوضع
في تغيير الوضع، في إعادة الديمقراطية للعراق، في فرض الالتزام بالدستور، عندئذ سنلجأ إلى رأي الشعب الكردي. لو هذه هي الحقائق والشعب يقرر ماذا يريد. على فكرة في أحد المتابعين، لأن بعد ما أعلنا أنه نحن عندنا مقابلة مع حضرتك، سأل على موضوع الاستفتاء وقال أنه ربما الشعب العراقي بكامله يجب أن يتم استفتاؤه على فكرة الاستقلال، كونه هو يعني هي مصير البلد كله وليس فقط الشعب العراقي. شو بيقول له اليوم مسعود برزاني اللي ممكن يكون هيك فكرته؟ الآن هو ليس موضوع البحث الحقيقة يعني بالنسبة لنا. عندما يقرر الشعب الكردي عندئذ بدون شك سيتم التشاور مع الإخوة في العراق وفي يعني هي مجرد تلويح بالورقة سيادة الرئيس، ليس هناك بحث جدي عن الموضوع؟ لا، هو إذا اضطررنا إلى استفتاء الشعب الكردي طبعا عندئذ سنخطو الخطوات اللي يقررها الشعب الكردي. أنت هل ترى أنكم اليوم مضطرون أو اقتربتم من الاضطرار؟ إذا يئسنا من إصلاح الوضع في العراق، وإذا أنا قلت مرارا وأقول الآن أيضا، لا يمكن أن نقبل العيش في عراق يحكم من قبل الدكتاتورية. بس أنت بتعرف يعني هي الورقة ربما تخيف كثيرا، ولكن هناك ما يقول بأنه ورقة جوفاء، يعني بمعنى أنه لا يمكن أصلا أن تتحقق، لأنه المحيط الإقليمي للدول الأربعة اللي قاعدين فيها ولا يمكن تسمح بهذا الموضوع. فهي يعني ورقة عاطفية ولكن ليست عملية، ولا ليس لها وزن على أرض الواقع. الحقيقة ليست عاطفية. كان هناك أيضا من يدعي أنه الفدرالية أيضا ورقة عاطفية. أنا لم أقل أنه أنا استفتي الشعب الكردي للاستقلال، لكن إذا هو قرر أي قرار يتخذه سنلتزم بقرار شعبنا وسوف نتحمل تبعات القرار يعني. وإحنا لا يمكن أن نخدع شعبنا، لا يمكن أن نخدع أنفسنا، ولا يمكن أن نحكم بالعاطفة. نحن دفعنا ثمن باهظ إلى أن تحقق العراق الوضع الجديد. ساهمنا في بناء الدولة العراقية الجديدة، نحن شركاء فيها. وإذا في فترة معينة بعد سنوات نرى أن الأمور كلها تتغير، يعني الوضع يعود إلى سابق. نحن لا نقبل أن نكون شركاء فقط بالاسم. لا يمكن أن نقبل تهميش لا الكرد تهميش. المشكلة الآن هي ليست مشكلة الكرد فقط، هي مشكلة العراق. إذا العراق يكون ديمقراطي فدرالي تعددي لا خطر على وحدة العراق. نحن لا نهدد وحدة العراق، لكن ما يهدد وحدة العراق هو الدكتاتورية فقط. لكن سيد برزاني بالفعل يعني هذا كلام صح، ولكن فكرة التهديد أنا بدي أرجع لها. يعني دولة مثلا مهمة كبيرة كتركيا فيها عدد كبير من الأكراد داخل أراضيها، هل يمكن أن تسمح لمثل هذا الكيان أن يكون دولة، أن تسمح لهذه السابقة بأن تتم وتنتقل إليها العدوى؟ هذا إذا قرر الشعب الكردي، مرة أخرى أقول الحقيقة خلينا نستبق الأحداث، لكن إذا قرر الشعب الكردي أنه يريد الاستقلال عندئذ ليكن ما يكون. حرب يعني؟ أقول ليكن ما يكون. لكن نحن الآن نبحث عن حلول أخرى، نبحث عن إصلاح الوضع، نبحث عن الالتزام بالدستور، نبحث عن الديمقراطية للعراق، نبحث عن حل كل العراق مو فقط لإقليم كردستان. لكن إذا فشلت كل هذه الجهود ورأينا أن كل القوى العراقية غير مهتمة وغير معنية بوضع العراق وبمستقبل العراق، يجب أن لا يعوتفونا عندئذ. وهذا اللي أقول. طيب بنهاية هذا الحديث، ما هي رسالة مسعود البرزاني لأكراد تركيا اليوم؟ رسالتي لهم أتمنى لهم كل الخير والسعادة، وأتمنى أن يحققوا مطالبهم من خلال الحوار وبطريقة سلمية ويبتعدوا عن العنف والقتال. بس هم يحلمون مثلكم أن يكون عندهم إقليم يعني فيدرالي حكم ذاتي اللي هو، وهذا حق مشروع ويجب أن نناضل من أجله، لكن كما قلت ليس بإراقة الدماء وليس بالعنف. هل أخبرت أردوغان بأنه هو حق؟
أردوغان هو نفسه يقول لي حق، فكيف أنا إنه يكون عندهم حكم ذاتي؟ لا، ما يقول الحكم ذاتي، هو يقول لا، أنا بحكي عن الحكم الذاتي. هو اعترف بوجود الشعب الكردي واعترف بوجود قضية ومشكلة كردية، وأقر أنه بوجود حل لهذه القضية. هذا في تركيا أنا أعتبره إنجاز كبير وتطور كبير. طيب بس ولكن يعني هو مضمون الحل هو اللي بيحدد إذا هو إنجاز ولا لا، يعني إذا هل وصل لإعطائهم حقوق سياسية مثلا؟ الآن هي في هذه المرحلة أنا أعتقد ممكن البناء على هذا التطور. أنا أعتبره تطور كبير. طيب أكراد سوريا. أكراد سوريا أيضا أنا أتمنى لهم مستقبل زاهر، وأن يخرجوا من الوضع القديم ويحصلوا على حقوقهم مع أي تغيير، مع أي وضع يحصل في سوريا. هل ترى بأنه من مصلحتهم يشاركوا بإسقاط النظام؟ إسقاط النظام هو شأن سوري داخلي. هم أكراد نعم. داخل سوريا. هم يقررون، حقيقة هم يقررون. بالنسبة لي المهم أن يحصلوا على حقوقهم، سواء اتفقوا مع النظام أو اتفقوا مع المعارضة. هم يقررون هل مع إسقاط النظام، هل يتفاهمون مع النظام، هل يتفاهمون مع المعارضة. هذا شأن نتركه لهم. من برأيك أقدر على إعطائهم حقوقهم، المعارضة أم النظام؟ والله هذا سؤال محير، لأنه لحد الآن المعارضة أيضا لم تتقدم بأي مشروع بحيث يمكن اعتباره أنه حل منصف للقضية الكردية أو للمشكلة الكردية في سوريا. والنظام أيضا مع الأسف يعني النظام أيضا أهمل الكرد، فما أعرف لك. احنا أيضا نبحث عن من يتقدم. طيب أكراد إيران. أيضا محرومين من حقوقهم كغيرهم من الكرد. بس صوتهم أخف صوت بين أصوات الأكراد بالدول. لا طبعا أيضا هي مشكلة القضية الكردية لابد من حلها. يعني في النتيجة لا يمكن ترك قضية الشعب أكثر من 40 مليون إلى متى؟ إذا تكون الصوت خافت في هذه المنطقة ومرتفع في منطقة أخرى، هذا لا يعني أنه القضية هون نامت وانتهت. لا، يمكن بعد يأتي وقت الصوت الكردي الإيراني يمكن أعلى من كل الأصوات الآخرين. لا. هل ترى سيد برزاني أنه الأكراد مقسمين في هذه الدول هم بحاجة لمرجعية سياسية كردية واحدة، صوت واحد يكون هو المرجعية؟ بدون شك هم بحاجة إلى خطاب سياسي موحد. إلى خطاب سياسي موحد، ونعمل من أجل عقد مؤتمر قومي شامل لتوحيد الخطاب الكردي، لكن على أسس ديمقراطية وسلمية. رسالة للعرب. رسالة للعرب أتمنى من قلب حقيقي يعني من قلبك. أتمنى من الإخوة العرب أن يتفهموا القضية الكردية وأن لا يعتبروا الكرد خطر يهددهم، بالعكس. وأدعوهم لزيارة إقليم كردستان للاطلاع على حقيقة الأوضاع في كردستان ويطلعوا على حقيقة الموقف الكردي. عندي ثقة بالشارع أكثر من السياسات. الكسر الجليد لازم يتم على مستوى الشارع. العالم تعرف بعضها، أنت بس تعرف الآخر، أخاك صعب تأذيه وصعب تعتبره عدوك أو تخاف منه. اللغة إحدى الأسباب المهمة. أنا تحت الهواء كنت عم بسألك إذا أنتم بتعلموا العربية، وقلت لي نعم، بالمدارس موجودة اللغة العربية. اللغة العربية اللغة الرسمية. ولكن اللغة الكردية غير موجودة في بقية في خارج الإقليم طبعا، بس اللغة العربية تدرس في إقليم كردستان. الدستور يقول بأنه اللغة الكردية لازم تكون موجودة بالكل، يعني اعتراف باللغتين كلغتين رئيسية. نعم. وفي العلاقات الشعبية هي علاقات متطورة جدا، وفي يعني عدد كبير من الإخوة العرب بسبب الوضع الأمني المستقر.
يأتون إلى كردستان، وقسم كبير ينزلون ضيوف عند البيوت الكردية، يعني العوائل الكردية. أنا بتشكرك سيادة الرئيس على وقتك، إن شاء الله بترجع بالسلامة على إقليم كردستان. أهلا وسهلا فيك بالإمارات إذا بحق لي أرحب فيك. شكرا لك. شكرا، أهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. الأسبوع القادم لقاء جديد.